بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم جميعا، اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعاده. طبعا كالعاده لاول مره تشوفني بتمنى تعمل اشتراك للقناه وتتابعنا الفتره اللي جايه، ولو كنت من متابعينا باستمرار طبعا ده شيء يسعدني ويشرفني فضلا وليس امرا. دوس لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من جمهور نادي الزمالك العظيم. انتم دائما الظهر والسند. ايه موضوع حلقه النهارده؟ موضوع حلقه النهارده الزمالك مهدد بايقاف القيد 3 فترات. اقسم لك بالله مش على لساني، ده على لسان المستشار مرتضى منصور. هوضحها لك وهقول لك كل حاجه. طب ايه تاني؟ كهربا بيكسب قضيته هو والاهلي بيطلع بريء قدام نادي الزمالك، واحنا كنا مغيبين. اهدك كده بالراحه الاول واروح معاك على موضوع ايه قصه ايقاف القيد، وهي ناقصه سواد وناقصه مصايب تاني بتتلقى علينا من كل اتجاه. ايه قصه ايقاف القيد ده يا بالحاج؟ المستشار مرتضى منصور في المؤتمر بيقول لك ان بنيامين اتشيمبونج لاعب الزمالك السابق كان له فيديو معايا وهو بيقول ان انا واخد مستحقاتي كامله من نادي الزمالك، وبعد ما المجلس بتاعي مشي وساب النادي وجات لجان مؤقته تولت المسؤوليه، بنيامين راح رفع قضيه على نادي الزمالك، وطبعا المحكمه نصفته فيها وحكمت له بفلوس. ولما رجعت تاني اتفقت مع الراجل وجدولنا المستحقات بتاعته كان على قسطين، اديته قسط والقسط التاني محطوط في البنك. طب ماشي، طب ما نجيبه بقى عشان نديله القسط التاني عشان الراجل بقى القضاء تخلص. لا، ما هو يا بيه الحساب ده محجوز عليه، فانا مش عارف اجيب الفلوس ادفعها. اما بقى شيكابالا وقضيتنا مع نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي، طبعا والمشاكل اللي بيننا وبين مبلغ مش كبير، يعني مبلغ بسيط. يعني كام المبلغ؟ 1,500,000 دولار على نادي الزمالك لسبورتنج لشبونه. طب ما ندفعوش ليه؟ الفلوس دي موجوده في البنك، حطينا في البنك وخلاص، كنا هندفع ونعمل، بس الحساب محجوز عليه مش قادر اجيبه. طب على فكره المشاكل دي يا جماعه موجوده من قبل ما يتم الحجز على ارصده نادي الزمالك. لما كنتوا بتقولوا ان امير راح بوفد البرتغال عشان خاطر يحل مشكله سبورتنج لشبونه مع عشان قصه شيكابالا، ومارتيمو البرتغالي عشان قصه محمد ابراهيم، والامور اتسوت، وقصه بنيامين اتشيمبونج الامور برضه اتسوت، والدنيا خلصت والدنيا خلاص هدت ومفيش اي حاجه. ما دفعتوش الفلوس ليه؟ ما ليه الفلوس ما اندفعتش؟ اشمعنى دلوقتي الكلام ده بيطلع بعد ما خلاص عرفتوا ان المركب بتغرق وان انتوا خلاص ماشيين من نادي الزمالك والمركب بتغرق، بتنطوا بقى منها ويلا بقى يا باشا شيل اللي يجي بقى يشيل ويحمل. عشان لما كنا بنطلع نتكلم يا جماعه انتوا كنتوا بتنتقدونا، كنتوا بتقولوا علينا متزملكين، كنتوا بتقولوا علينا بنطبل للاهلي، كنتوا بتقولوا علينا مش بنحب مصلحه الزمالك، كنتوا بتقولوا علينا عباس وعتال ومش عارف ترتار ومين 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 ومين. فين بقى الناس بتوع هزازين الروس؟ الناس بتوع قناه هزازين الروس اللي انا غير معترف بيها ان هي بتمثلني كزملكاوي او بتمثل نادي الزمالك. فين الناس المطبلاتيه اللي كانت بتطلع تهاجم فينا وتشتم فينا وبيدعموا في الاشخاص ديت يطلعوا يردوا علينا؟ ما احنا كنا بنقول الكلام والسواد المنايل ب 60 نيله ده من زمان وكنا بنتهاجم. دلوقتي لما لقوا المركب خلاص بتغرق الكل بينط. طب انا بقى هفجر بقى الدنيا بقى عليا وعلى اعدائي بقى. الزمالك مهدد بايقاف قيد 3 فترات يا رجاله عشان القضيه دي والقضيه ديت، والفلوس محجوز عليها. الفلوس في البنك، ما الفلوس كانت معاكم والرصيد ده كان فيه فلوس، وانتوا كنتوا بتسافروا البرتغال عشان تخلصوا القصه من قبل ما يتم الحجز على رصيد نادي الزمالك. اشمعنى دلوقتي بتقولوا الكلام ده؟ او استنيتوا ليه لما تم الحجز على الارصده؟ ليه؟ هو انا بقى لا فيها لا فيها، يا اما انا اكمل واحل المشاكل يا اما بقى خلاص انا مشيت. يلا بقى عليا وعلى اعدائي بقى، يلا يا باشا اللي يجي يشيل، اللي يجي يشيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اقسم بالله يا باشا انت بتتحارب من الداخل. اقسم لك بالله لما كنت بطلع اقول لك انك بتتحارب من داخل نادي الزمالك ما كنتش بتصدق، كنت بتقول عليا مطبلاتي، كنت بتقول عليا متزملك. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي بيدمر في نادي الزمالك. اقسم بالله انتوا خنجر مسموم في ظهر نادي الزمالك، انتوا خنجر مسموم في ظهر نادي الزمالك وفي ظهر جماهير نادي الزمالك. انتوا سبب الكوارث والمشاكل اللي بتحصل داخل نادي الزمالك، دي حقيقه.